هنا الهجمات تاتي، شكرا مشعل. هنا الهجمات تاتي الان هلاليه، ويبدو ان هنالك طبعا هدف هلالي قد اتى لمصلحه. شوف الركله والاعاده باللقطه الماضيه والهدف الذي اتى الان. الجنرال الروماني يحرز هدف. يتقدم الان لمصلحه نادي زنت. راح نشوف من اللي راح يسجل، والسديري هذا لوكوفيتش، والسديري لوكوفيتش ينجح الان. لوكوفيتش ينجح ايضا في تسجيل ركله الجزاء الاولى، الركله الترجيحيه الاولى لمصلحه نادي زنت. الشلهوب الان، الشلهوب راح ينفذ الركله الثانيه لمصلحه نادي الهلال السعودي. ركله ناجحه للهلال وركله ناجحه لنادي زينت سان بطرسبرغ الروسي. والشلهوب الموهوب يسجل ولا لا في مرمى مالافيف؟ يسجل. الشلهوب ما يضيع، ممتازه يا الشلهوب، هدف وركله ناجحه للموهوب الصغير الشلهوب في المرمى. صعبه يا مالافيف، هذه صعبه امام الشلهوب الصدق. ركلات الجزاء الترجيحيه اللي يوجهها الشلهوب، وبالتالي الان الهلال يعود للتقدم من جديد. الهلال يتقدم من جديد. من اللي راح ينفذ؟ اللاعب رومان شيركوف في المباراة رقم 70. شيركوف يضيعها شيركوف في المباراة 70. تضيع شيركوف اللي ما كان مقتنع مع جوس هيدنج في بطولة كأس أوروبا 2008 وأبعده من تشكيلة المنتخب الروسي. يضيع الآن ركلة الجزاء الثانية لمصلحة نادي زينت سان بطرسبرغ. الدور على الزعيم الآن ومالافيف. واللاعب عيسى المحياني الآن على تنفيذ. ولاحظ أن الجماهير الروسية ما زالت تشجع وتؤازر في هذه المباراة. وعيسى المحياني، يلا يا محياني، يلا يا محياني، خلي لونوف يقول وداني. بالفعل المحياني يحيي آمال الهلاليين ويتقدم الآن بالركلة الترجيحية الثالثة في ركلات الجزاء الترجيحية. ممتاز الهلال. الآن الهلال أقرب، حاصد الألقاب، حاصد البطولات، الزعيم السعودي الهلالي الآسيوي الكبير، صاحب 12 لقب في بطولة الدوري. بدأت من الزمان البعيد، بدأت قبل 35 سنة. والآن ميرا يضيع، وبالفعل يضيع، أيضا يضيع. لما يقول يضيع، لما يقول يضيع تضيع بالفعل. فرناندو ميرا اللاعب البرتغالي يضيع الركلة الثالثة لمصلحة نادي زينت. هذه تسجل يا هوساوي، خلاص هذه تتسجل يا هوساوي، خلاص هذه تتسجل يا هوساوي، خلاص خلصها يا هوساوي. والهلال السعودي بطل لبطولة دبي الدولية لكرة القدم. هوساوي يحرز الركلة الترجيحية الرابعة، وبالتالي الهلال في مكانه الطبيعي في منصة التتويج. الهلال في مكانه الطبيعي في
منصة التتويج.